برضو على المواقع يا جماعه، مجموعه من المواقع برضو كتبت النهارده، وخبر يعني انا شخصيا يعني فهمته كده. محمود فتح الله ضيع ضربه جزاء، فالخبر طلع تاني يوم محمود فتح الله كان قاعد مع الحاج محمد عبد الوهاب قبل ماتش الاهلي عشان بيعرض نفسه عشان يروح الاهلي عشان عقده انتهى. طبعا كان ممكن نقول الخبر ده قبل الماتش اقول ماشي يعني، لكن بعد الماتش وضياع ضربه جزاء بيبقى ليها مدلول معروف عندنا في الاعلام. فحبيت برضو ان انا اكد ده او انفيه من خلال وكيله طبعا محمد فاروق معانا على التليفون، وكيل اللاعب محمود فتح الله. ازيك يا استاذ محمد؟ اهلا يا كابتن خالد، ازيك حبيبي؟ الحمد لله. قصه انت قريت المواقع اللي كاتبه انا من ساعتين يا كابتن بصراحه كنت بصلي وبعد الصلاه لقيت واحد صديقي متصل بيا يعني فبكلمه ايه الاخبار وكده وبسلم عليه، لان انا لسه واصل الصبح من دبي. تمام. يعني لسه واصل النهارده الصبح من دبي. تمام. كان بقالي اقل من اسبوع كده في دبي، حوالي 6 ايام. اوكي. يعني ما قعدتش مع الحاجه مع في دبي؟ يا كابتن انا حضرتك ما شفتوش من 3 شهور فاتوا. هو ما سافرش اساسا، المهم ما سافرش. انا ما شافنيش اساسا ولا شفته اساسا. تمام. 3 شهور ولا اكتر كمان. بس فاللي حصل ان انا اتكلمت النهارده الموضوع ده، فمستغرب جدا يعني اللي انا قعدت ازاي وشفت ازاي انا او محمود. انا وكيل محمود وجايب لي عروض خارجيه لكن ما فيش حاجه في مصر هنا خالص. ما حصلتش خالص يعني، لان الراجل هنا مع الزمالك ما كانش مع الزمالك يبقى في عروض خارجيه. انا جايب له عروض من السعوديه ومن قطر ومن الامارات، وفعلا كنت هناك عشان بخلص معاهم وبتكلم مع الناس. تمام. يعني فكره برضو حاجه ضايقتك ان خبر زي ده ينزل، خصوصا طبعا بعد ما فتح الله ضيع ضربه جزاء؟ طبعا حاجه ما حصلتش خالص، الناس بتتكلم في اي كلام وخلاص يعني. تمام. شكرا الاستاذ محمد فاروق وكيل اللاعب اللي لسه جاي من دبي.